أخي المدخن، الحياة فرص، وفرصتك في الإقلاع عن هذا التدخين وعن هذه السيجارة اللعينة شهر رمضان. والله يا إخواني أعرف لكم العشرات اللي أقلعوا في رمضان، لكن حط له برنامج وحط له هدف وحاول أن يحقق هذا الهدف في رمضان، وسأل الله جل وعلا وعانه الله جل وعلا. فأنا أقول لكل مدخن البكت هذا اللي دمر كثير من المسلمين ودمر صحتك، اضغطه يا أخي الغالي قبل أن يرفع ضغطك، قبل أن يضغطك ويضغط قلبك ويضغط الشرايين ويضغط كل عضو في جسدك. اتركها لله جل وعلا يا أخي الغالي. هذا شيء محرم، ما فيه كلام يا إخواني، لا يلعب عليكم أحد. الله يقول جل وعلا: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. هذا من جنس الخبائث، ريحة المدخن، ريحة ملابسه، وإذا صلى مع المسلمين وإذا أذى منه بيته تأذى منه عياله. فيا أخي الغالي الحق عمرك وادعى الله جل وعلا أن الله يعينك، وابتعد عن مجالس زملائك المدخنين في الاستراحات. إذا مضى عليك يقول طبيا 24 ساعة بدون تدخين الله جل وعلا عانك. يقول أحد المدخنين: النهار أنا صايم 14 ساعة و15 ساعة. فكرت يعني 14 ساعة ما احتجت لسيجارة، أجل الليل برتب البرنامج. يقول فرتب برنامج، يقول جلست مع العائلة شوي رياضة، يقول أخذت بعض الوقت في النوم، يقول حتى عني الله جل وعلا مضى علي يوم أو يومين بدون تدخين فأعني الله جل وعلا. فرصة يا أخي الغالي أن يخرج رمضان وأنت قد اعتقك الله جل وعلا من هذه الآفة المدمرة. يبي له عزيمة وإصرار ودعاء وتوكل على الله جل وعلا، واعلم قبل ذلك أن هذا شيء محرم، وأن أموالك اللي تنفقها كلها سوف تسأل عنها يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، وذكر منها ماله فيما أنفقه من أين اكتسبه. فأنت تشرب حرام وذيت عيالك. ترون فقدنا كثير من أحبابنا ومن أخواننا. والله لو تزور المستشفيات الآن تشوف اللي ممدد على الأسرة، اللي مصابين بالسرطانات في غيبوبة لهم سنوات. والله يا شيخ إنك ما عاد تفكر في سيجارة واحدة. فاحمد ربك على العافية واعزم من الآن واسأل الله جل وعلا أن يعينك.